يا مساء الانوار. النهارده هنعرف مع بعض يعني ايه فلوك اب، او زي ما بحب اسميها داله التدخل السريع، عشان الداله دي منقذ حقيقي لو هتنقل بيانات بين جداول او لو هتسرش عن حاجه بجد. تعالى معايا نشوف. تعال بص كده معايا، عندي جدول زي اللي قدامي ده، محتاج ان انا اعمل سيرش للكاستمر اي دي اجيب منه البرودكت كاتيجوري. انا عامل هنا خليه الكاستمر اي دي مطبق فيها الدروب داون ليست، ودي احنا شرحناها قبل كده، فعايز اجيب البرودكت كاتيجوري عن طريق الكاستمر اي دي. فتعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اقول له بيساوي واكتب له معادله بلوك اب، هيقول لي اللوك اب فاليو ايه هي، انت عايز تدور بايه؟ فاقول له انا هدور بالكاستمر اي دي اللي موجود عندي في الخليه دي. بعد كده يسالني التيبل اري او الجدول بتاعك فين، اقول له دور لي في الجدول ده. بعد كده هيقول لي عايزني اجيب لك القيمه اللي في العمود رقم كام، انا عايز البرودكت كاتيجوري، فهبتدي اعد هي في العمود رقم كام. ادي 1 2 3 4 5 6. فاقول له هي في العمود رقم 6. بعد كده هيقول لي ترو ولا فولس. ترو يعني يجيب لك اقرب حاجه للي انت عايزها، ولا فولس يجيب لك الاكزاكت ماتش، يجيب لك القيمه بالظبط اللي انت عايزها. فانا طبعا عايز الاكزاكت ماتش، واقول له انت هلاقيه طلع لي الكاتيجوري بتاعي. وقت ما هغير في الكاستمر اي دي هيتغير معايا كاتيجوري زي ما انتم شايفين قدام. طب نعيدها مره كمان. اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. اقول له بيساوي بلوك اب، احنا المعادله كاتبينها هنا للتوضيح، نروح على الاف اكس نتك عليها عشان نفتح البوكس الحواري بتاع المعادله، وابدا اقول له البلوك اب فاليو اهي، التيبل اري عند الجدول كله، والكولوم اندكس نمبر العمود اللي فيه القيمه اللي انا عايزها، اقول له العمود رقم 6، والرينج لوك اب اللي هو بقى الاكزاكت اللي هو ترو او فولس. لو قلت له 1 هيجيب لي ترو، ولو قلت له 0 هيجيب لي فولس. فانا دايما بخليها 0 واقول له اوكي، جاب لي القيمه بتاعتي. لو انا جيت ودلت الكاستمر اي دي وقلت له انتر هيجيب لي علامه الشباك والN/A، دي معناها ان هو مش لاقي القيمه دي، انا مش كاتب له حاجه. وبرده البلوك اب الحاجه اللي انت بتبحث بناء عليها لازم تبقى هي اول حاجه في الكتاب، لازم تبقى موجوده في اول عمود في الكتاب. يعني ما ينفعش اكون انا عايز البرودكت كاتيجوري بناء على الكاستمر اي دي والكاستمر اي دي يبقى موجود في عمود بعد البرودكت كاتيجوري. يعني احنا هنا لو جينا خدنا العمود دوت ونقلته بعد كاتيجوري وجيت هنا طبقت المعادله بتاعتي، هلاقي المعادله ما بتطبقش. فلازم البيانات بتاعتي تبقى موجوده عندي في اول عمود بحيث ان معادله البلوك اب تقدر تشتغل. يبقى الخلاصه معادله بلوك اب انا بقول له ابحث عن عنصر معين في مدى جدول معين وارجع لي بقيمه معينه، ودي كانت معادله بلوك اب. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واكتب لنا في التعليقات لو عايز شرح معادلات تانية. سلام.